بكلة المعدة آخر شيء جديد بعالم جراحة السمنة. كان عندنا قبل الحلقة نخليها من فوق مشان نتحكم بحجم المعدة. هسه صار حاجة جديدة اسمها بكلة المعدة. شنو بكلة المعدة؟ عبارة عن حلقة طولية تتخلى بهالشكل، تتخلى بشكل طولي داير على طول المعدة. الهدف من عندها هو تحجيم المعدة، بالضبط كأنه نكون احنا عاملين قص معدة للمريض. يعني هذا الجزء كليته ينهمل لأنه البكلة راح تتخلى منه ويبقى لنا بس هذا الجزء. العملية تجرى بواسطة الناظور. العملية تستغرق تقريبا نص ساعة. المعدة على حطتها، المعدة ما راح تنقص، راح تتخلى البكلة وتتثبت والمريض يغادر المستشفى باليوم الثاني. وممكن نشيل هاي البكلة بعد فترة إذا نزل الوزن. معدل نزول الوزن مالتها النتائج مالتها كلش حلوة، تتراوح من 18 إلى 30 كيلو. وممكن بعد فترة نشيلها إذا المريض حس بتضايق أو صار وصل لقناعة بوزنه. العملية تجرى بواسطة الناظور والنتائج مالتها ولا أحلى. أتمنى لكم الصحة والسلامة. جراح الاستشاري حيدر رمضان.